لما تعب رحتي له، مش كده؟ ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ هي الحب الحقيقي في حياتي. طبعا انا مش بحب احمد، انا بعشقه. انت قلتي انا بحبه، بعشقه، وافضل اقول كده على طول، خلي بالك، مش دلوقتي بس. ما هو بيقول نفس الكلام. عايزه اقول لك دي قصه حب كبيره. ما كنتش كده والله. لو انا حبيت مثلا كذا مره، هي دي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. انا هطلع كل حلقه واعيط كده. مش هعيش اللي انا عشته مع ياسمين. لما حبيت احمد اكتشفت ان انا ما كنتش بحب قد كده. عشت معاه احلام حياتي. ده حقيقي. ايه ده؟ ده ايه؟ بغض النظر ان هي النجمه الاهم في الوطن العربي، وانا بقول اهم مش من اهم. ان احمد الحب، اول حب في حياتي. عشت معاه ايام فيها حب وفيها نجاح وفيها. ده هيجننه. هي كانت جنبي، مش انا بس اللي كنت جنبها. طب وبعدين؟ لما تعبت بعد ما اتطلقنا، هي اللي جت وقفت معايا. نصيب خلص كده ولا ايه؟ مش فاهم. في حد يعمل كده؟ احنا شايفين اتنين على فكره انا عارفه ده احمد بيحبني عندي. فلتهدأ النفوس قليلا، فلتهدأ. بصوا للنصيب بتاع ربنا. والجميل في الموضوع ان انتوا لسه بتكنوا كل الحب لبعض وكل الاحترام والتقدير، وده شيء يعني جيد وحميد جدا. ربنا يكتب الخير اللي بنتمناه لكم.